يا ترى ايه اول حاجة هتيجي في بالك لما تسمع كلمة السفيرة عزيزة؟ طبعا اللي هيجي في بالك الجميلة سعاد حسني في الفيلم اللي كان بنفس الاسم. صدق بقى ان الفيلم ملوش اي علاقة بالشخصية الحقيقية للسفيرة عزيزة. اللي حصل ان منتج الفيلم استغل اسم الشخصية الحقيقية اللي كانت معروفة قوي وقتها، وسموا الفيلم على اسمها السفيرة عزيزة. ده كان سنة 1961، والفيلم ده كسر الدنيا حرفيا. والهم اللي يضحك ان مع الوقت الناس نسيت الشخصية الحقيقية وانجازاتها، والاسم اللي اتخلد هي شخصية وهمية اسمها السفيرة عزيزة، زي طبعا ما ظهرت في الفيلم. ولا اقول لكم، تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. حكاية أول سفيرة مصرية وعربية في الأمم المتحدة، عزيزة سيد شكري دحروج. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. في هوجة أحداث ثورة 1919 اتولدت بنوتة جميلة في قرية من قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهي قرية ميت يعيش. والبنوتة اتسمت عزيزة على اسم جدتها لباباها، ووالدها كان دكتور نسا وتوليد في القرية، وكان ليها 4 إخوات غيرها، وهم عصمت وحسين ومحمد وليلى. المهم في الوقت ده كان تعليم البنات حاجة مش سهلة أبدا، ولكن باباها قرر يعلم بناته، لأن ما عندوش حاجة اسمها إنه يفرق بين ولد وبنت، وخصوصا في التعليم. وفعلا اتعلمت بالرغم إنها كانت متحملة مسؤولية إخواتها، وكانت أم صغيرة ليهم بسبب مرض والدتها، وتحملت مسؤولية 4 إخوات، منهم أخ مصاب بالصمم. انتوا متخيلين حجم المسؤولية وهي طفلة ما كملتش 10 سنين؟ بس ده كان أول درس ليها في تحمل المسؤولية والعطاء والتضحية كمان. ولكن بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي مرت بيها، إلا إنها كملت تعليمها واتخرجت من مدرسة العائلة المقدسة، واللي معروف إن اللغة الأساسية فيها هي اللغة الفرنسية. وبعد كده دخلت الجامعة الأمريكية اللي كانت اللغة الأساسية فيها هي اللغة الإنجليزية، وكانت طبعا مشكلة كبيرة جدا. ولكن ما استسلمتش ولا قعدت بقى تشتكي وتحس بالفشل وشغل الشماعات بقى يشتغل، لا، بمنتهى الاجتهاد والتحدي اتعلمت انجليزي واتقنته كمان علشان تقدر تكمل تعليمها في الجامعه. وللعلم كانت هي واخواتها البنات اول بنات في محافظتها تتعلم تعليم مختلط في الجامعه الامريكيه طبعا. وعزيزه كانت شايفه ان باباها بطل وعظيم، انه ما فرطش في حقهم في التعليم ابدا. واتخرجت عزيزه دحروج من الجامعه الامريكيه سنه 1942، واكتر حاجه كانت حابه تعملها بعد التخرج هي انها تفيد المجتمع باعمال خيريه وتطوعيه. وابتدت مشوارها من نادي سيدات القاهره، وتعلمت كتير في اداره الجمعيات، ودرست كمان المجتمع محتاج ايه بالظبط، مش مجرد لم تبرعات وخلاص زي ما اغلب الجمعيات الخيريه ما بتعمل. وفي سنه 1945 عزيزة وهي ماشية في مشوارها قابلت شخص وانبهرت بمبادئه وشخصيته وحبته جدا، والشخص ده اسمه أحمد بيك حسين. والصراحة هو كمان حبها جدا جدا، واللي جمعهم ان الاتنين كانوا متفقين على حب العمل التطوعي للمجتمع، وكان هدف اساسي ليهم. وتقدم لها واتجوزوا، والف الف مبروك. بعد كده وبعد كام سنة وقبل ما تقوم ثورة يوليو، ابتدت انطلاقة الزوجين في العمل التطوعي. أحمد بيك حسين حط أول بذرة في وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر من خلال جمعيته، وسماها مصلحة الفلاح، وساعدته زوجته عزيزة دحروج، وكانت داعم ليه جدا. واتجهت هي كمان للريف، وابتدت تسمع مشاكل الفلاحات ومساعدتهم، وشافت إن لازم يتعمل حضانة في الريف. وفعلا عملت أول حضانة في الريف المصري، بالتحديد في قرية سنديون بالقليوبية. والحضانة دي كانت للاهتمام بالأطفال وتحسين صحتهم ورعايتهم. وللعلم الفكرة دي انتشرت في كذا قرية بعد كده بسبب عزيزة دحروج. مع الوقت جمعية أحمد بيك حسين التطوعية ابتدى صوتها يبان ويسمع جامد جدا جدا، وده كان سبب انه ترشح يكون وزير للشؤون الاجتماعية في وزارة الوفد. ده كان سنة 1951، ولكن اعتذر علشان يتفرغ للعمل التطوعي. ده مش كده وبس، ده اعتذر كمان عن منصب امين مساعد الامين العام للامم المتحده، علشان وقتها كان بيراعي والدته المريضه. بصراحه ما كانش همه السلطه اصلا. ولكن بعد فتره سافر أحمد بيك حسين هو وزوجته عزيزة دحروج للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الأمم المتحدة، وقامت بجولة لأغلب الولايات الأمريكية، حوالي 40 ولاية، وبمنتهى النشاط والهمة
تدي محاضرات عن العمل الاجتماعي والتنمية البشرية وحقوق الإنسان. والصراحة أخذت شهرة كبيرة جدا جدا وقتها، لدرجة إن الصحافة الأمريكية اتكلمت عنها ولقبتها بالسفيرة عزيزة، وهي أول واحدة أخذت اللقب إعلاميا. المهم تمر الأيام والشهور وتقوم ثورة 23 يوليو، وهي بتدي محاضرات في ولاية بنسلفانيا، ووقتها رئيس مجلس الكلية بعت برقية للرئيس المصري محمد نجيب، وقال له فيها إن السفيرة عزيزة نجحت في تمثيل مصر بامتياز وقدمت صورة راقية عن بلدها مصر. وللمرة الثانية اترشح زوجها أحمد بيك حسين إنه يمسك وزارة الشؤون الاجتماعية، والنتيجة إنه رفض برضه، ولكن عمل دور مهم جدا إنه رتب لقاء بين الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه والسفير البريطاني سنة 1953. وللعلم اللقاء ده تحديدا كان ليه الفضل في نجاح مفاوضات الجلاء. وبعدها قرر الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه انه يعينه سفير في الولايات المتحده الامريكيه، ورفض برضه، ولكن والد زوجته السفيره عزيزه اتدخل واقنعه المره دي، وسافروا فعلا على امريكا. وهنا بدات عزيزه دحروج في مرحله جديده خالص، وهي تعيينها مره ثانيه في لجنه المراه بالوفد المصري للامم المتحده، وبكده تكون أول امرأة مصرية وعربية تتولى منصب رسمي لتمثيل بلادها في الأمم المتحدة. كل رحلتها كانت إنجازات بصراحة. بس عارفين بقى أهم أعمال السفيرة عزيزة؟ أهم حاجة إنها كانت صاحبة فكرة تنظيم الأسرة وعدم ختان الإناث، والمجتمع الدولي وقتها اعتبرها جريئة جدا، لدرجة انهم كانوا بيتحفظوا على مناقشة الموضوع ده على اعتبار انه تدخل في الحياة الشخصية. ولكن هي بينت وجهة نظرها ان قد ايه المرأة بتتعرض لأذى، وعالجت كمان الموضوع ده من خلال رأي الدين، فقدرت تقنع المجتمع الدولي بفكرته. وبسبب اجتهادها وجرأتها اترشحت كعضو بلجنة المرأة في الأمم المتحدة، وفضلت فيها 17 سنة، ونجحت انها تخلي تنظيم الأسرة في جدول الأعمال المنظمة الدولية سنة 56. ولكن بعد ما حصل العدوان الثلاثي على مصر، وعلاقة مصر وأمريكا يعني ما كانتش قد كده وقتها، رجع أحمد بيك حسين وزوجته على مصر تاني، ورفض إنه يكون سفير متنقل زي ما طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر وقتها، وقرر يتفرغ للعمل العام. وزوجته كمان اتفرغت زيه للعمل العام، وابتدت تطبيق فكرة تنظيم الأسرة في الريف المصري. وطبعا بقى ما أقولكش بقى عانت من الأفكار الغلط قد إيه، وكان كل كلامها دايما من خلال منظور محدد، صحة المرأة والفايدة على المجتمع. ولكن ما كانش كتير بيتقبل انه يسمع اصلا في المواضيع دي، فكانت دايما بتستعين برأي الدين والطب، وخصوصا كمان بعد ظهور وسائل كتير لمنع الحمل الفترة دي، وما استسلمتش ابدا لأي عقبات او افكار غلط. فكان ليها الفضل في تأسيس جمعية تنظيم الأسرة بالقاهرة، وانتشرت بعد كده في كل المحافظات لغاية سنة 1977. اترشحت تكون وزيرة للشؤون الاجتماعية، ولكن هي المرة دي رفضت علشان تتفرغ للعمل العام، ولكن بقت رئيسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة من سنة 1977 لغاية 1983. وللأسف اتوفى زوجها أحمد بيك حسين سنة 1984، وحقيقي حزنت عليه جدا جدا، وكانت صدمة كبيرة قوي، ولكن كملت مشوارها. والنجاح بيكون دايما نتيجة طبيعية للي بيستمر. أخذت جايزة سنة 2000 من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وأخذت ميدالية كتكريم ليها لإنجازاتها على مستوى العالم. وللعلم الميدالية دي هي نفس الميدالية اللي حصلت عليها الأم تريزا وأندريا غاندي. وسنة 2015 اتوفت السفيرة عزيزة شكري دحروج عن عمر 94 سنة، بعد مسيرة حقيقي المفروض يفتخر بيها كل مصري ومصرية. وبكده خلصت الحكاية الحقيقية للسفيرة عزيزة، أول سفيرة ممثلة لمصر في الأمم المتحدة، عزيزة حسين دحروج. الله يرحم أولاد مصر الشاطرين في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.